العبد حينما يدخل في دورة روحية قوية عالية بإذن الله إن كان صادقا ومخلصا تحول أذواقه من العلة إلى العافية ومن المرض إلى الشفاء، ويستيقظ من جديد تنبعث فيه الروح، فإذا به يعني يتفكر ويتذكر الزنا وقد كان من الزنات، فيجد في قلبه ألما وحسرة وندما شديدا جدا، ولا يجد أبدا أي شوق إلى ذلك، بل كلما تذكر أحوال الزنا إلا واستقذار ذلك استقذارا. تجي الضيقة لما يتذكر أحوال الزنا، يستقذر ذلك استقذارا. وإذا تذكر الخمر وقد كان سكينا من قبله استقذر الخمر ورائحتها وأهلها ومن يمشون في دربها. هذه علامة البرء الحقيقية، لأن حاسة الخير استيقظت فيه وخرج من علة قوله عليه الصلاة والسلام: أصبح كالكوز مجخي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل صار يعرف المعروف وينكر المنكر. يعني ما معنى يعرف المعروف؟ يعني يذوق هذا المعروف، وينكر المنكر أي أنه يجده منكرا يدرك ذلك بذوقه وبقلبه ولا يستحليه. الفائدة الكبرى لرمضان أنها تتيح للعبد هذا العلاج، هذا مستشفى لجميع بني آدم، وكل بني آدم أخطأ، ما كانش اللي يقول أنا لا أخطئ، كلنا نحتاج إلى هذا العلاج.